السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيتكم بموديل جديد تحفة، وطريقة العمل سهلة وبسيطة جدا. كما راكم تشوفوا موديل في قمة الروعة، جميل جدا. الصورة تعبر عن نفسها. ملا هذا الموديل تقدروا تحطوه، انا اللون هذا حطيته على اللون الاسود، كما تقدري تحطيه على اللون الازرق، اي حيخرج لك ثاني شباب. هذا الموديل متكون من وحدتين. هاي لك الوحده الاولى اللي هي هذه المروحه هذه اللي خدمتها، تخدميها وحدها. بعدها عندك هذا الزهره، لذلك في الفيديو رايح يكون على جزئين كما تشوفوا. اما هذه الوحده تخدمي مجموعه منها باش تشكلي هذا الزهره، او على هذا الشكل، باش تشكلي هذه المروحه عفوا. تحطي 4 من هذه الاوراق. رايحه نوري لكم بعدها الطريقه في الفيديو كيفاش تحطي هذه الاوراق باش تشكلي هذا الكول اللي راكي تشوفي فيه. يعني هو في قمة الروعة والجمال. أما بالنسبة للخيط المستعمل، أنا هنايا استخدمت في اللون الأزرق استخدمت خيط، لأنه كما قلت لكم راح نوري لكم كيفاش تشكلوا هذا الشكل على شكل مروحة. راح نفككها معاكم هنايا. الأحجار بطبيعة الحال أو العقاش تقدروا تستخدموا أي نوع، وتقدروا يعني تتلاعبوا بهم كما تحبوا. أنا هنا فقط كملاحظة. أما الجزء الثاني اللي رايحه نشارك معكم هذه الزهره كيفاش خدمتها، يعني بسيطه وسهله جدا. من بعدها رايحين نخدموا هذه الورقه او هذه الوحده. هاي لك هذه مشكله من 4 اوراق. هملك رايحين تشكلوهم من 4 اوراق. هملك عندك 4 باش تخدميها. اما لا، اول شيء رايحه تحطي هذه الورقه، انا رايحه نوري لكم كيفاش استخدمتها. رايحه تحطي هذه بهذا الشكل، بعدها تجيبي الاخرى هوني، رايحه تحطيهم هكذا بهذا الشكل. يعني دائما اللون الابيض يجي بالظهر هكذا بهذه الطريقه. راح تحطيهم بهذه الطريقه هايليك، وتحطي عليهم هذه الورده، وبهذه الطريقه تكوني شكلتي المروحه، شكل المروحه تاعك. كما يعني طريقه العمل سهله وبسيطه جدا بهذا الشكل. يعني هذا الشكل بعدها اي نوع من الرقبه ولا الكول اللي تكون فيها القندوره تاعك ولا الجبه تاعك تقدري تحطيهم كما تحبي، حتى انك ممكن انه يصلح حتى على شكل الرقبه، على شكل. يعجبكم الموديل اللي اخترته لكم لنهار اليوم. وفي الأخير ما علي إلا أن أترككم في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأحباب والأصدقاء. سلام.